طبعا الصيف دخل ومحتاجين اسهل واسرع طريقه لازاله الشعر، اللي هي ايه؟ اللي هي المتعارف عليها دلوقتي، اللي هي الشيفنج، ان احنا نعمل شيفنج للجسم كله. بس الطريقه ديت لو احنا استخدمناها غلط هتطلع لنا جلد الوزه، هتعور لنا، هتدخلنا في مشاكل احنا في غنى عنها. فاحنا جايين النهارده نعرف ايه؟ نعرف الطريقه الصح اللي احنا نقدر نعمل بيها الشيفنج، وان احنا نعمل حلاقه كويسه لجسمنا في اسرع وقت بافضل النتائج، بدون اللجوء الى التعوير بقى وجلد الوزة والخرابيش، ونخش في مشاكل تانية احنا في غنى عنها. فعشان نعرف نتفادى ايه الاخطاء بتاعة الحلاقة، تابعي معايا الفيديو للاخر، وما تنسيش ان انت تضغطي على زرار اللايك، وان انت تشتركي في القناة لو مش مشتركة، وتفعلي زر الجرس، وتختاري الكل علشان يوصلك كل الاشعارات اول ما ننزل اي فيديو. تابعي معايا حبايبي الحلوين، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير، وحشتوني جدا. جايين النهارده في فيديو جديد، فيديو ريحته نظافه. والله فيديو الصيف بقى، كلنا في الصيف هنلبس بقى نص كم، هنلبس القط، العرق هيزيد، فمحتاجين اسهل واسرع وانجز طريقه عشان اتخلص من الشعر الزائد، اللي هي الشيبنج، اللي هي الحلاقه. انا عن نفسي من انصار الحلاقه، بس كل واحد وليه مدرسته زي ما بيقولوا. فانا الناس اللي زيي اللي بتتعامل بالشيبنج، جايين النهارده نتكلم ازاي ناخد افضل النتائج مع تفادي الاخطاء. طب نعملها ازاي؟ طيب اولا كده، طرق ازاله الشعر متعارف عليها. سويت، الناس اللي بتحب تعمل السويت تمام، انتوا تمام وزي الفل، خليكوا زي ما انتوا، كل واحد يختار الطريقه اللي هو عاوزها. طيب الناس بقى اللي بتعمل الليزر، 100 فل و10 وانا منكم. احلى اختراع في البشريه. لو هنصحك بحاجه، كل الفلوس اللي معاكي حوشيها واعملي ليزر، وهتيجوا تشكروني بجد. هتشيل من عليكم عبء وضغط انتوا ممكن متبقوش متخيلينه دلوقتي. لان احنا كبنات، وخصوصا الناس اللي بشرتها حساسه وانا واحده منكم، عندنا بيبقى عبء ما يعلم به الا ربنا، وضغط نفسي. ازاي هتخلص من الشعر الزائد في الجسم؟ واليوم اللي احنا بنبقى مخصصينه الازاله دوت بيبقى يوم، يعني بيبقى شق فوق ما انتوا ممكن تتخيلوا، وبنبقى تعبانين نفسيا فيه. فلو هنصح اي حد او اي بنوته، وفري كل جنيه واعملي الليزر بجد، والله العظيم هتيجي تشكريني. طيب الناس بقى اللي بتعمل الليزر بيبقى محتاجه ان هي تعمل شيفنج. ما خلاص انا طالما عملت الليزر، انا ممنوع منعا باتا استخدم اي طريقه للازاله الا عن طريق الحلاقه. والناس حتى اللي ما بتعملش الليزر ومرتاحه في الشيفنج، فهي برضه بتستخدم الشيفنج بالنسبه لها ان هو بيسبب لهاش اي الم، سهل منجز، بينجزها في الوقت. طيب انا علشان اخد كل المميزات بتاعه الحلاقه واتفادى الاضرار بتاعه الحلاقه، في كده شويه تبس كده وتريكس كده عايزين نتكلم فيهم. طيب مبدئيا اوعي اوعي اوعي، شوفي انا بقولك 3 مرات، اوعي تعملي شيفنج على بشره جافه. اوعي. اكبر خطأ واكبر كارثه هي دي اللي بتؤدي لجلد الوزه اللي بنرجع نشتكي منه، وبنصرف عليه فلوس قد كده، ونجيب منتجات قد كده علشان نعالج جلد الوزه. طب ما انا من الاول خالص اتفادى الاخطاء اللي بتخليني جلد الوزه يظهر لي، اللي هي الناس اللي بتعمل شيفنج على بشره جافه. استحاله، من رابع المستحيلات. ده في ناس بتعمل شيفنج قبل ما تاخد الشاور، على اساس انا عملت شيفنج اخش بقى اخد شاور. لا، انت تاخدي الشاور بتاعك وتخلي الخطوه بتاعه الحلاقه هي اخر خطوه بعد الشاور. بمعنى هندخل نجهز جسمنا ازاي؟ هدخل افتح الميه السخنه، انزلها على جسمي علشان المسام تبدا تتفتح. طيب جهزت البشره بتاعتي. احلى حاجه علشان تعمليها ان انت تعملي سكراب. طيب في حاجه تانية عايزه اتكلم فيها. في ناس ما بتستحملش، جلدها بيبقى حساس جدا، ما بيستحملش ان هي تعمل السكراب حالا، والخطوه اللي بعده على طول الحلاقه اللي هي الشيفنج. ما بتستحملش، بشرتها يا ستي حساسه، بيحصل لها تحسس. يبقى الحل ايه؟ انا عارفه ان النهارده ميعاد الشيفنج بتاعي، يبقى قبلها بيوم هعمل السكراب بتاعي. لازم خطوة السكراب على الجسم، لازم. طيب ايه فايدة الخطوة دي يا بيبو؟ فايدتها ان هي زي ما قلت لك بتفتح المسام بتاعة الجلد، بتطلع الجلد اللي تحت، بتطلع سوري الشعر اللي تحت الجلد، فبالتالي هتنعم لك المنطقه، هتساعد الشعيرات اللي تحت الجلد تطلع لبره علشان تعرفي تعملي شيبنج. فهتخلي الحلاقه اسهل، هتخلي كمان ان انت بعد الحلاقه هتحسي بالنعومه بتاعه البشره بتاعتك. فانت كده عندك حل من الاتنين، يا اما تعملي السكراب قبلها بيوم، يا اما تعملي السكراب في نفس الخطوه لو انت جلدك مش حساس وانت خلاص اوريدي عارفه ان هو ده جلدك.
بنختار سكراب حلو، ده بس بديهولكم مثل وخلاص بيخلص. السكراب بتاع ماي واي بحبه جدا جدا، من احلى السكرابات. الحبيبات بتاعته جينتل جدا، وفي نفس الوقت بتعمل تقشير حلو، بتعمل تقشير لطيف على البشرة، فبتساعد لي جسمي جدا، بس للجسم فقط مش للوجه عشان نبقى واضحين. طيب انا خلاص خدت الشاور بتاعي، عملت الخطوة بتاعت السكراب، خلصت الخطوة بتاعت السكراب سواء قبلها بيوم سواء في الشيفنج. بعد كده نعمل ايه بقى؟ ندخل على اهم خطوة، الخطوة بتاعت الحلاقة. طيب لازم تبقوا مختارين نوع شفرة يكون كويس، تكونوا انتوا عارفينه، يكون سهل، ويكون فيه يعني يكون بصوا دي عامله ازاي، متحركه. طيب الايد المتحركه دي بتعمل ايه؟ بتخليها سهله وسوفت ان هي تمشي على البشره وتدخل للتنايات اللي في الجسم والاماكن الضيقه اللي في الجسم. يا رب اكون قادره اوضح لكم. طيب خلصت ده كله، اعمل ايه بقى؟ استخدم زي ما قلت لكم، اوعوا تعملوا الشيفنج على بشره جافه. طيب نعمل ايه بقى؟ في بنات بتعمل ايه بقى؟ بتحط الكونديشنر بتاعها اللي هي المنتجات بتاعه الشعر اللي هو البلسم، بتبدا تحطه على البشره. طيب خلينا بس متفقين على حاجه ونبص لها من يعني ايه، من منظور اقتصادي بحت او من منظور مالي بحت. الكونديشنر بتاع الشعر ده بقى بمبلغ وقدره، ما بقاش فيه حاجه رخيصه. طيب ما انا اوفر المنتج بتاعي للشعر، انا جايبه اوريدي لشعري، اوفره لشعري. مش هجيب انا بلسم ب 200 وي وب 300 وي عشان اعمل بيه شيفنج، في حين ان انا عندي كريمات مخصصه اصلا للشيفنج. زائد ان اساسا يا ستي انت مقتدره ماليا ومعاكي. طيب بس المنتجات اللي انت مخصصه للشعر ديت لو انت جيتي حاططيها على جسمك ممكن تسبب لك تحسس، لانها اساسا مش مهيئه ان هي تتحط للمنطقه دي، وخصوصا المناطق الحساسه. طيب يبقى الحل ايه؟ الحل ان انا اجيب الفوم او اجيب الكريم اللي مخصص اصلا للشيمينج. صدقوني الخطوه دي والله والله بتفرق. ليه؟ لان ما ينفعش امشي بالشفره دايركت على ايه؟ على البشره. هيتعملي احتكاك ملوش لازمه، وخصوصا لو انت عندك جلد الوزه او لو انت عندك تنايات، هتحسي ان الشفره بتعلق في التنايات دي وبتعلق في الزوايد دي. فعشان كده بنتجرح، وعشان كده بيحصل خرابيش وبيحصل تعوير جامده في الجسم. فانا لازم ابقى حاطه طبقه عازله تسهل من الشيفنج يمشي كويس، وعلشان يمنع الاحتكاك ويمنع التعوير ويمنع الخرابيش. حطيتي الطبقه يعني طبقه حلوه كده، طبقه محترمه. تعملي ايه بقى؟ نمشي ازاي؟ نمشي في اتجاه النمو بتاعه. يعني انا البشره اهي مثلا الشعرايه بتنزل لي لتحت، يعني ده اتجاه نموها. يبقى انا همسك دي وهمشي كده، همشي كده، همشي كده، همشي كده، همشي كده، همشي كده. تمام. خلصت مره واحده بس، ارجع مره عكس عكس عكس، بس ما تعيديش اكتر من كده عشان ما تسببيش اي حساسيه وما تسببيش اي احتكاك فيحصل لك فيه تحسس فتلاقي اثار جانبيه. حاجه كمان، لما تيجي تحطي الفوم او لما تيجي تحطي الكريم بتاع الحلاقه ما تحطوش على جسمك كله مره واحده. ليه؟ لان انا لما باجي ابدا اعمل شيفنج انا بعمل منطقه منطقه. انا دلوقتي حطيت على جسمي كله، فهبدا بايدي عقبال وفرشت خلاص المنطقه كلها، هيكون جسمي تشرب كله. يبقى انا كده هرجع اعيد تاني، يبقى انا كده بهدر المنتج. لا، منطقه منطقه. هتعملي الايد الشمال، حطي على ايدك الشمال، خلصي منطقه ايدك الشمال، خلصتيها كلها، ارجعي حطي بقى في المنطقه بتاعت ايدك اليمين او ايا كان انت هتعملي فين. يبقى زي ما قلت لك هتمشي مره مع اتجاه الشعر، مره تانية عكس الاتجاه. خلاص ما تعديش تاني، هتلهبيه ايدك. طيب خلصتي، هنشطفها بشويه ميه ونكمل بقى الشاور بتاعنا عادي جدا. حاجه كمان، ايدك تبقى خفيفه وانت بتعملي الشيفنج، مش تقعدي بقى ها. لا، هتسببي احتكاك. ايدك على قد ما تقدر تبقى خفيفه كده، يعني كأنك رسامة وماسكة ريشة وبترسمي بمنتهى الخفية، بمنتهى الخفية. وركزوا وانتوا بتعملوا، ما تستعجليش، اعملي بالراحة عشان ما تتعوريش، لان التعوير دي في الاخر بتبقى بايخة جدا. طيب خلصنا الشيفنج، خلصنا الشاور الحلو المتين بتاعنا، عايزين نرطب بقى جسمنا. اهم حاجه هو الترطيب بعد الحلاقه، لان في الاخر انت عملتي حلاقه يعني عملتي احتكاك للبشره.
فعشان ما يحصلش اي تهيج لازم ترطبي وترطبي كويس جدا، والترطيب بتاعك يكون خالي من العطور خالي من الكحول. ما تحطيش اي لوشن فيه عطر، ما تحطيش اي منتج فيه كحول. طب انت بالنسبه لك يا بيبو ايه احسن حاجه للترطيب؟ زيت جوز الهند الطبيعي صراحه احب ارطب بيه. بيديكي نعومه خطيره، بيديكي ترطيب حلو قوي، بيديكي جلو للبشره، بتحس ان البشره هيلسي، وبيرجع لك البشره زي بشره البيبيهات بالظبط. يستحسن يومين 2، وبعد كده ارجعي بقى للوشن بتاعك العادي والكريم بتاعك العادي، بس عشان تضمني ان ما يحصلش فيكي اي تحسس. طب لو انت اوريدي بقى عندك جلد الوزه تعملي ايه بقى؟ بعد ما عملتي الشيفنج بتاعك استخدمي كريم فيه يوريا، عشان الكريم اللي فيه يوريا هيساعدك جدا ان انت تعالجي جلد الوزه. ومره على مره لو انت تفاديتي الاخطاء بتاعه الشيفنج اللي انا قلت لك عليها، جلد الوزه هينتهي تماما، وهتحسي بملمس بشرتك هيبقى عامل زي الاطفال بالظبط، وهتحبي جدا الملمس بتاع بشرتك. هي مجموعه تريكات ومجموعه اخطاء لو تفاديناها صدقوني هي بسيطه، لو تفاديناها صدقوني هتلاقوا منها نتيجه مذهله، وهتحبي الشيفنج. لو عملتي بس كده واستمريتي عليه هتحبي بشرتك جدا جدا. يا رب يكون الفيديو لطيف بسيط خفيف عليكم وتعملوا بالنصايح ديت. ولو انتوا عندكم اي نصايح تانية انا احب ان انا استفيد منكم جدا، اكتبوها لي في الكومنتات، واحنا بنفيد بعض زي ما انا بفيدكم زي ما انتوا برضو بتفيدوني. وانا لغايه هنا وصلت لاخر الفيديو. حاجه كمان، لو حابين ان انا اعمل لكم ريفيو عن كل انواع الشفرات النسائيه اللي انا استخدمتها سيبوا لي برضو في الكومنتات، لان انا استخدمت كذا شفره ممكن نقدر برضو نطلع نتكلم عنها. ولو انتوا حابين ان انا اكلمكم كمان عن تجربتي في استخدام الليزر، لان بقالي اكتر من 3 سنين بستخدم الليزر، قولوا لي واعمل لكم برضو فيديو عنها. بحبكم جدا واشوفكم على الف خير. وما تنسوش طبعا اللايك، وان انتوا تشيروا الفيديو وتبعتوه لاكبر عدد من البنات عشان نفيد بعض. واللي مش مشترك في القناه يشترك ويفعل زر الجرس. بحبكم جدا واشوفكم على الف خير في فيديوهات جايه حلوه كتير. مع الف سلامه، باي باي.